آخر وعدم الحظر على أحد وإن شذ في رأيه، اللي قالوا نعم واللي قالوا لا، اللي عايزين الاعتصام واللي مش عايزين الاعتصام، اللي عايزين مجلس رئاسي واللي عايزين انتخابات. آراء، ولكن ليه تتطور إلى تخوين وانت تبع فلان وانت تبع علان؟ في 1921 بيقول عمر توسن: وإذا لم نحترم هذا المبدأ فلماذا نشكو من ضغط الإنجليز على حريتنا ومصادرتهم لنا في آرائنا؟ وكيف بعد ذلك تريد طائفة منا إرغام مخالفيها على اتباع رأيها بالقوة؟ في 2011 بنقول: وأساس هذا وإذا لم نحترم هذا المبدأ اللي هو حرية الرأي والاختلاف فلماذا نشكو من استبداد حسني مبارك والحزب الوطني؟ بنفس المعنى. للأسف لم يجد نداء عمر توسن أذانا صاغية، وتصاعدت الخلافات وأصيبت البلاد بشوطة من التخوين، ودلوقتي بقى فيه غير التخوين، بقى فيه تكفير وفيه تفسيق وحاجات كده. وحتى السياسي الكبير عبد العزيز فهمي قال في خطبة يعني يصف حالة البلد في هذا الوقت بعد هذا الانتصار العظيم. تخيلوا ثورة 19 اللي كلنا فرحانين بيها بعدها بسنتين. يقول عبد العزيز فهمي: ونتمنى ألا نصل إلى هذا المنحدر. احنا بنقول من باب التنبيه للناس والتذكير للناس ان هم يعودوا إلى روح الثورة التي جمعتهم في مواجهة الاستبداد كما جمعت أجدادنا في مواجهة الإنجليز. بيقول عبد العزيز فهمي: تلاشت الروابط الأخلاقية فأصبح الصغير لا يوقر الكبير، والجاهل يستطيل على العالم، والزميل على زميله، والأخ على أخيه، والمرأة على زوجها، والابن على أبيه، وأصبح سباب الناس أمرا سائغا كأنه من الأغاني المليحة المرغوب فيها. بقى الناس فكرة السباب. مش عايزين نوظف هذا الكلام لفكرة إنه استخدام المعنى القديم بتاع الكبير. توقير الكبير لا يعني إن أنا لما أشوفه ماشي في الغلط أمشي وراه، ولكن أرد عليه بكل احترام وبكل قوة وأعارضه بمنطق وبحجة. مش عايزين نتخذ من معاني الأبوة إن احنا نكرس لسلطة المجتمع الأبوي اللي سقطت، ولكن في نفس الوقت مش عايزين لفكرة التمرد أن تحيلنا إلى مجتمع الغابة. وده اللي حصل للأسف في سنة 21. المصادمات اللي ابتدت بخلاف حوالين المفاوضات، مين اللي يروح يتفاوض، وهل يبقى في وفد مشترك ولا لا؟ عدلي شايف ان هو الأحق بوصفه رئيس الحكومة، وسعد شايف ان هو الأحق لأن عنده التوكيل عن الأمة. النتيجة 60 قتيلا و210 جريح وتعطل مصالح البلاد ومأساة كارثة. يا ريت وقفت على قد القتلى والجرحى، لا، الثمن الأكبر والأفدح اللي دفعته البلاد كان في استغلال الإنجليز لما حصل من اعتداء على الأجانب ومن مصادمات طائفية، أنها تقول للعالم كله المصريين ليسوا أهلا لحماية نفسهم وحماية بلدهم. فطلعت تصريح 28 فبراير اللي بيفرض الحماية على مصر، واللي استبدل الاحتلال اللي كنا قربنا خلاص هنخلص منه، واللي كنا هنحققه في معاهدة 36 ويمكن في الجلاء 54 كان ممكن نحققه في سنة 21 لو توحدنا ولو أدركنا إن الفكرة إن احنا نعدي مع بعض، ما نقفش عند التفاصيل في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف. مش بنقول إن احنا المفروض نخلق ديكتاتورية في الآراء، لا، الخلاف سنة الحياة، ولكن هناك فرق كبير بين الخلاف وبين التخوين، وبين أن نتحول إلى شيع وطوائف تجعل بقى في يوم من الأيام واحد يقول لك فين أيام مبارك؟ كنا مستبد بينا بس كانت العملية ماشية. لا نريد أن يأتي هذا اليوم. وعندما نذكر هذا الواقع المرير بتاع اللي أعقب ثورة 19 وبنقول الكلام ده، نقدر نعرف دلوقتي ليه ثورة 19 ما حققتش كل أهدافها. ليه ثورة 19 لم تسفر عن حياة ديمقراطية سليمة بفعل المادة اللي تم إقحامها زي الخازوق في دستور 23 واللي بتدي للملك حق إقالة الوزارة متى شاء. والمادة دي لم يكن ممكن أن تمر لو كان هناك توافق وطني شامل وتطبيق لمبدأ مشاركة لا مغالبة. لما بنقول هذا الكلام نعرف كيف راحت دماء شهداء ثورة 19 هدرا عندما غرقت البلاد في دوامة من التخبط السياسي والفساد الاقتصادي والتفكك الاجتماعي، جعلت الملايين فيما بعد يصفقون من قلوبهم لضرب الحياة النيابية وإلغاء الأحزاب وإسقاط الدستور وحكم العسكر اللي تحول إلى حكم الفرد، بعد أن ظن الناس أن كل ما جرى لهم من مشاكل وأزمات كان بسبب الحرية مش بسبب سوء استخدام الحرية.
وللأسف دخلت مصر من ساعتها منعطف جديد لم تنفعنا فيه النوايا الحسنة ولا الشعارات النبيلة، وانتقلنا من سيء إلى أسوأ، حتى جاءت ثورة 25 من يناير لتنقذ هذه البلاد مرحليا من ثورة جياع مدمرة لا يعلمها إلا الله، وتفتح بابا لتحقيق حلم الديمقراطية والدولة البرلمانية وإنهاء حكم الفرد إلى الأبد وإنهاء حكم العسكر. فهل نساعد بعضنا البعض على الدخول من هذا الباب ونغلق كافة الأبواب اللي بنفتحها على نفسنا برغم أنها تبدو مشروعة ونبيلة، لكنها يمكن أن تبعدنا عن الباب الوحيد اللي يوصلنا ويعدينا ويحقق لنا كل اللي بنتمناه، باب الديمقراطية وتداول السلطة سلميا، وهو الحل الوحيد الذي وجده الإنسان المعاصر لجعل الحياة أكثر احتمالا. يا ريت نفكر في ده، دي محاولة للتساؤل، لازم نكون صرحاء مع أنفسنا، لازم ما نكتفيش بفكرة المزايدة على بعضنا البعض ومين يطلع أجدع ومين يطلع أعقل ومين يطلع أشجع، ويقف الجميع يرددوا أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فنضيع ثورة جديدة كما ضاعت ثورة 19 وكما ضاعت ثورة 52. هذه المرة لا يجب أن نسمح بأن تضيع هذه الثورة وأن يؤدي هذا الاختلال إلى تحويلها إلى ثورة جياع تلتهم الأخضر واليابس. ده اللي كلنا لازم نشتغل عليه وكلنا لازم نفكر فيه ويبقى همنا وشغلنا الشاغل حتى نصل إلى بر الأمان اللي هو في رأيي الشخصي الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الجميع وحرياتهم ولا يجور فيها أحد على حق أحد. أهلا بكم في عصير الكتب.